كل سنة وانتم طيبين. السنة الدراسية خلاص بدأت في بعض المدارس امبارح، وهتبدأ في مدارس تانية أو في أنظمة تانية الحد الجاي إن شاء الله. نعمل إيه علشان نخلي السنة دي سنة ناجحة أو نحاول نخليها ناجحة؟ أول حاجة، أنت كولي أمر والطالب كل واحد فيكم عليه واجبات وليه حقوق. الطالب ليه حقوق كتير قوي، وواجباته وهو في السن ده إن هو يعمل اللي عليه بس كده، إن هو يذاكر ويحاول على قد ما يقدر إن هو يحقق نتائج كويسة. حضرتك كولي أمر ليك حقك عليه إن هو يذاكر ويعمل اللي عليه، لأن أنت بتعمل معاه مجهود وبتصرف فلوس ونفسك تشوفه أحسن حاجة. الواجبات اللي عليك حاجات كتير غير الفلوس اللي بتصرفها والحاجات اللي بتشتريها. أول حاجة، لازم توفر له الدعم النفسي والمعنوي، بمعنى ان انت اليومين دول دلوقتي احنا خلاص المدارس هتبدأ او بدأت خلاص. you need to set expectations. لازم تقعدوا مع بعض كده وتحطوا بلان او تحطوا خطة للسنة هتبقى ماشية ازاي. لازم تحفزوا ولازم تحمسوا. وطبعا لو انت هتبدأ معاه السنة انا هشيل الكمبيوتر من اوضتك ومفيش نزول الساعة كذا ومفيش خروج الساعة كذا، طبعا هو طبيعي لازم يقفل من المدرسة من السنة كلها قبل ما تبدأ. يعني هو بقاله 3-4 شهور قاعد مهيص وبينام وقت ما هو حابب ويصحى وقت ما هو حابب. لما انت تقول له حتى هو لسه ما خدش حاجة، ما راحش المدرسة، لما انت تقول له ده ما فيش وده ما فيش وده ما فيش، بس مجرد ان المدارس هتبدأ هو هيكره المدرسة وهيبقى رايح وهو متضايق وقرفان، وهتبقى سنة مش كويسة من بدايتها. هنفترض ان هو الولد خلاص ان شاء الله، يعني انتوا عملتوا you set expectations واتفقتوا على حاجات معينة ودرجات انت نفسك ان هو يجيبها، في درجات معينة كان اقل فيها السنة اللي فاتت، تحاول تقعد معاه في خطة ازاي هتحاولوا تحسنوا الموضوع ده السنة دي. طيب هنفترض ان لا قدر الله ما جاتش درجاته السنة دي برضو كويس. اهم حاجة اوعى تهينه او تهين البنت at all، يعني never ever خالص. حتى لو هو مقصر، في أساليب للعقاب وأساليب للتقويم مختلفة completely عن الإهانة. الحاجات دي بتسيب ندوب نفسية وبتسيب آثار نفسية بتفضل معاه لحد ما يبقى إنسان كبير، especially إن هو في مرحلة تكوين شخصية دلوقتي. أي طالب، الطفل من هو طفل لحد ما بيتخرج من الجامعة ولحد ما بيشتغل ولحد ما بيموت هو بيكون في شخصيته. بس مرحلة المراهقة دي أو ما قبلها بتبقى يعني مؤثرة أكتر كتير، يعني في حياته في المستقبل وفي نوع شغله واختياراته، وهيبقى أنهي نوع أب أو أنهي نوع أم. الحاجات دي كلها بتأثر فيه بسبب ممكن تكون كلمة، حاجة أنت عدتها قدامه كذا مرة، أو حاجة يعني إهانة أنت هنتهي له زمان أثرت في شخصيته. حاجة كمان، لازم نبقى كلنا كده مقتنعين إن الطالب المتميز ده نسبته كام، يعني من 15 ل 18%. فلو هنقول مثلا ان احنا عندنا في اولى اعدادي السنه دي that's an example، انا مش متاكده الفيجر كام، يعني عندنا 40,000 طالب، ماكسيمم اللي هيجيبوا الدرجات النهائيه في حدود I don't know 6,000 مثلا. مش منطقي ان احنا لازم كلنا عايزين ولادنا يبقوا في ال6,000 دول، واللي مش هيبقوا في ال6,000 يبقوا بالنسبه لنا بقيه الاهل قاعده تتهمهم بالفشل. مش طبيعي يعني. طبيعي انك تحفزه ان هو يبقى من ال6,000 دول، بس لو ما حققش هتعمل ايه؟ هتحفزه برضه. لازم الولد او البنت ما يحسوش ان هم عملوا كل اللي عليهم وسهرانين وبيذاكروا ومحرومين من حاجات معينة وقاعدين زهقانين وفي الاخر يحس ان هو خيب املك. الموضوع ده بيعمل لهم، بيحسسهم ان هو he's a burden وهو عبء عليك و he's a disappointment، وممكن فعلا توصل معاه انه حاسس بالدونية، انه هو اقل من صحابه او اقل من اخواته لو عنده اخوات، وبيجيب لهم depression والحاجات دي بتقعد معاهم وقت طويل قوي. يعني ممكن بسبب حاجة انت قلتها او احساس انت نقلته له حتى من غير ما تتكلم، احساس انت بصتك ليه ان انت فاشل او انت خيبت املي. الحاجات دي ممكن تأثر عليه وتأثر على نتيجة الشهر اللي بعده او الكوارتر اللي بعده. مهما كان جاب، انت بتحاول معاه واجبك انك تحفزه. والله جاب النتيجة المرجوة فاين تمام برافو، ويبقى لازم بقى نكافئه على حاجة زي دي. ما جابهاش مفيش مشكلة، it's not the end of the world يعني. إلا طبعا لو كان بيتدلع، لو كان بيتدلع بقى زي ما قلنا دي ليها أساليب تانية يعني.
مفيش حاجة برضو اسمها إهانة في التربية. ده ابنك أو دي بنتك، يعني حتة منك، يعني أنت تعبت وشقيت في تربيته، وأنت بتعمل حساب لكل الناس. يعني أنت مثلا ما ينفعش تشتم مديرك، وما بتشتمش صاحبك لأنك بتحبه، لا أنت بتخاف على زعله. فابنك اللي هو حتة منك يستاهل احترام منك أكتر من كل دول. فمش عشان هو ابنك وأنت بتصرف عليه، أو أنت هو في بيتك أو تحت طوعك، فأنت تستسهل إنك تهينه. ولادك هيتعمل حسابهم أكتر من الناس دي كلها. لازم يطلع إنسان سوي، هو ده اللي بيطلع إنسان سوي ومنتج، إن يفهم إن في 100 طريقة يعمل اللي هو عايزه ويوصل للنتائج اللي هو عايزها غير الإهانة. لأن أنت وأنت بتهينه هو هيهين لولاده، ولاده هيهين ولادهم. it's an endless cycle. فتبقى سايب للمجتمع يعني فرد صالح، يبقى صدقة جارية ليك. فيها أسباب كتير قوي ممكن الطالب ما يبقاش بيحقق منها نتائج كويسة في المدرسة. يعني مثلا لو هنقول إن هو نتائجه وحشة في الإنجليش والماث والساينس مثلا، يعني ممكن يكون السبب إن هو ضعيف أصلا في الإنجليش، فهو الإنجليش بتاعه مش حلو فبيجيب نمرة وحشة في الإنجليش، وبعدين بيجيب نمرة وحشة في الماث والساينس علشان هو مش فاهم، فهو barely بيعاني عشان يفهم. فعلى ما بيجي يذاكر بتبقى خلاص capacity بتاع دماغه الساعة أو الساعتين اللي هو بيقدر يركز فيهم، هو already أرهق نفسه في محاولة فهم الكلام. فإن هو عشان يوصل يفهم معلومة أو يحفظها بيبقى خلاص already هو استهلك. فده ممكن يكون سبب إن هو ضعيف في الإنجليش، فهو بيعاني في بقية المواد. ممكن ما بيعرفش يركز علشان مثلا مش شايف، محتاج نظارة. ممكن يكون عنده كسل في الغدة الدرقية، محتاج يكشف. لو انت لقيت ابنك او بنتك بيناموا كتير ومرهقين طول الوقت بدون سبب، ممكن يكون ده سبب. جايز ما بينامش كويس مثلا، ممكن هتبقى محتاج تاخد الموبايل بالليل مثلا، او اوضته محتاجة تهوية، او في حاجة مضايقاه، في حد بيضايقه في المدرسة. دي حاجات كلها لازم الاب والام يبقوا عارفينها. مش لازم يكون السبب انه هو، مش هقول غبي لان انا يعني قلتها قبل كده كذا مرة، مفيش حاجة أصلا اسمها ولد أو بنت غبي، no way. يعني في أسباب وفي قدرات. في حالة إن ابنك أو بنتك خلاص دي درجاته مش قد كده وإنت متضايق، زي ما قلنا إحنا مش بنهين الولاد خالص، فأنت طبعا بيطلبوك في المدرسة، أو أنت بتروح المدرسة من نفسك، أو حضرتك بتروح المدرسة من نفسك علشان تشوفي إيه أحسن حاجة تقدري تعمليها. يعني هنحاول نصلح الموضوع ده إزاي. أهم حاجة لما تروح المدرسة، اوعى تقلل من ابنك قدام اي حد في المدرسة. لو المدرس مش سوي، وكتير منهم مش اسوية، ممكن يكرهوا في عيشته وطول الوقت يعملوا مسخة الفصل، ان هو طول الوقت بيتريق عليه. ما انت مديله الجرين لايت، ونفس الكلام مع زمايله. لو سمع اتهزق قدام زمايله او اي حاجة، حسسته ان اهانته حتى لو بهزار قدام زمايله او قدام المدرس، ممكن فعلا انت كده بتديهم الجرين لايت ان هم يتريقوا على ابنك او بنتك طول الوقت. حضرتك بتروح المدرسة علشان تشوفوا ايه انسب طريقة ان انتوا تحاولوا ان انتوا توصلوا لنتائج كويسة. لا حضرتك رايح تقويه على المدرس ولا تقوي المدرس عليه. مش خناقة، هي مش حرب يعني، ودي سنة دراسية وحضرتك بتستثمر في ابنك وقت وفلوس ومجهود وبلاوي كتير. فحضرتك محتاج بس انك لما تروح المدرسة ما توصلش الإحساس ده ليهم نهائي انك متضايق منه او اي حاجة من الكلام ده خالص. لا، انت رايح المدرسة علشان تشوف هنعمل ايه في الموضوع ده، عايزين answers بس. النهاردة I think 20/9 most of the students وصل لهم خلاص الكتب، يعني في كذا حد خلاص استلم الكتب. لازم تقول لابنك او بنتك وريني استلمت ايه، وريله انك مهتم. يعني هو هيتحمس جدا لو حس انك مهتم باي حاجة من حاجته. وريلي كتبك، فر معاه فيها. حضرتك مش يعني لازم توريله انك مش مكنة فلوس، انا بس بجيب فلوس وانت عليك تذاكر ومفيش بينا اي بوند. محتاجين نوصل لنقطة تواصل. يعني انت تقول له طب مثلا القصة اللي هتاخدها السنة دي في العربي ايه، او الليتراتشر هتاخد فيه ايه، طب انت بتحبه مش بتحبه، ده ليه فيلم على فكرة احنا ممكن ننزله ونتفرج عليه مع بعض. تحمسه كده، تحسسه انك فعلا مهتم بحاجة هو هياخدها، وده بيخليه داخل السنة الدراسية وهو شوية متحمس لأن انتوا اتكلمتوا عن الموضوع ده وشافها من حد بيحبه، يعني مش المدرس اللي هو ممكن ما يكونش متقبل منه قوي في الأول يعني.
الاولاد بيتاثروا باهلهم جدا. يعني انا عن نفسي مثلا لو ماما قالت لي ان دي حاجه حلوه، خلاص في عقلي الباطن هتبقى بالنسبه لي الحاجه دي فعلا حلوه، حتى لو انا كنت شايفاها الاول وحشه يعني، لان انا مقتنعه ان ماما بتفهم عني. كل الاولاد مقتنعين بكده، ان راي الاهل مهم جدا وبيأثر فيهم جدا. بعد ما يرجع من المدرسه بقى اول يومين كده، هتقول له عملت ايه النهارده، خدت ايه النهارده، احكي لي عملت ايه، وتعرفت على مين من اصحابك كان معاك السنه اللي فاتت ولسه معاك لحد دلوقتي، وخليه يحكي لك عملوا ايه طول النهار. حتى لو سمعت حاجه انت شايف ان هي غلط، يعني مثلا شتموا حد او ضربوا حد او عملوا دوشه او اي حاجه من الكلام ده، اقعد قطعه. وانس انك قطعته وبدات تزعق، هو هيفهم ان هو كل ما هيجي يحكي لك هو بيتهزق او هي بتتهزق، فمش هيجي يحكي لك خلاص. انت كده بالنسبه له لا، مش هحكي لك، لا انا هروح احكي مع اصحابي احسن، نقعد نضحك على الاقل. هتسمع للاخر او حضرتك هتسمعي للاخر خالص، وبعد ما يخلص هتسيبي شويه يروح يعني يعمل اي حاجه وانتوا تعملوا اي حاجه. بعد شويه هتقول له انت الصبح كنت حكيت لي عن حاجه مثلا حصلت، ان كذا كذا حصل، انت شايف ان مثلا اللي انت عملته ده او اللي صاحبك عمله ده تصرف صح؟ خليه هو اللي يقول، ما توجهش اتهامات وما تزعقش، خليه هو اللي يقول لو هو شايف فعلا صح هو الغلط، لان هو لو ما شايف ان التصرف ده صح يبقى هو محتاج توجيه. لو شايف انه غلط دي حاجه كويسه، ده كده نص المجهود خلص يعني او اتعمل. طيب لو انت شايف انه هو غلط، ممكن نتصرف ازاي بطريقه احسن عشان نوصل لنتيجه معينه؟ الكلام ده انك تاخد رأيه وتحسسه انه كبير او ان هي كبيرة، ده جزء من بناء الشخصية، ان الشخص يبقى مستقل، يبقى هو بيفكر لنفسه، مش هو معتمد عليك اعتماد تام يعني. دي حاجة. الحاجة التانية قبل ما ننقل على النقطة اللي بعدها، ما ينفعش يبقى فيه اتاك طول الوقت وكده، مش هحكي لك خالص هيبقى سره مع صحابه. ومهم جدا ان الاهل يبقوا عارفين الولد او البنت بيعملوا ايه، especially في مرحلة المدارس دي. مفيش يعني النقطة التانية، بدون تفكير لازم يبقى بيلعب رياضة، الولد أو البنت لازم يلعبوا رياضة. طبعا لازم كلهم يعني هم صغيرين يبدأوا بالسباحة يعني. لو هم مش مهتمين بالرياضة ودي تبقى يعني بس خلاص في ناس ما بتحبش يعني، لازم يبقى فيه نوع من أنواع الهوايات، أي نوع من أنواع الفنون، غنى، رسم، عزف، وعلى الأقل في وقت الدراسة مرتين في الأسبوع. الواجبات ما بتخلصش والمذاكرة ما بتخلصش، ومش منطقي ان الولد يبقى ما بيلعبش رياضة من شهر 9 لشهر 6. مش فيش جسم بني ادم بيتبني وهو قاعد على الكنبة، يصحى الصبح يروح مدرسة يرجع يحل هومورك وينام، مش صح ابدا يعني. انت كده بتضيعوا احلى سنين في عمر الولد او البنت. لما يخلص دراسة خالص هيبقى انسان ما عندوش اي هوايات، ما بيعرفش، ما نمتهالوش في الوقت اللي هي بيبقى مهم فيه جدا، فيبقى انسان ما عندوش اي هوايات خالص، هو بيروح الشغل ويرجع من الشغل بس كده، miserable person يعني. بلس ان الرياضة من مسببات السعادة، او الهوايات عامة من مسببات السعادة يعني. فمفيش حاجة اسمها انت بدأت الدراسة انا هطلعك من التمرين، او انت دخلت ثانوية عامة انا هطلعك من التمرين. this is so weird يعني، ما ينفعش اصلا. هو الحاجات دي اللي بيروح بيها عن نفسه علشان يقدر يركز في الدراسة. وجايز جدا يبقى ابنك او بنتك انجح في الهواية او في الرياضة 100 مرة من الدراسة، وجايز كمان لو هو نجح في الرياضة، جاب بطولة مثلا أو خد مسابقة غنى أو أي حاجة، ده يحفزه إن هو يبقى أحسن في الدراسة، لأن الناجح في حاجة بيحب يبقى ناجح في كل حاجة، بيبقى خلاص تعود على النجاح ونفسه يبقى ناجح في كل حاجة. حاجة كمان لازم يبقى فيه جدول للمذاكرة مريح بالنسبة لك وبالنسبة له، especially لو كان سنه صغير شوية، يعني بنتكلم في جريدز ابتدائي وكده. الولد أو البنت بيروح المدرسة من 7 الصبح بيرجعوا الساعة 3 4. مش معقول يرجع اقول له يلا هتتغدى ونقوم داخلين مذاكره على طول، يلا واجبات حل، ما حلتش ليه يلا انجز اخلص، حضر الجدول نام. هي دي مش عيشه يعني، بس عشان هو صغير. لازم تقسم معاه جدوله بالكتير ساعتين في اليوم، وفي الساعتين دول يبقى مفيش جنبه اي حاجه بتشتته عشان يخلص او عشان البنت تخلص. يعني يتشال منه الموبايل الساعتين دول واجب، او الساعتين دول لا واجب بلس مذاكره عشان هو يخلص، وبعد كده يبقى يروح يلعب بالموبايل، يروح يقعد على البلاي ستيشن، يعمل اللي يعمله، او ينزل بقى التمرين او يشوف هيعمل ايه. بس هما ساعتين، لان لازم يعني حضرتك وانا بنروح الشغل
بنرجع هلكانين. فدول بيروحوا الصبح زي عندهم زي الشيفت برضو زينا كده، وبعدين يرجع بقى محبوس ومزربل وبيذاكر. فلا مش طبيعي يعني لازم كل واحد فينا بيقعد قدام التلفزيون شويه، ينزل يخرج مع اصحابه. فالصغير كمان لازم كده برضو. المذاكره بالكتير ساعتين، ما تزيدش عن كده مهما كان. هو لو نظم وقته هيخلص كل حاجه في اقل من كده. الويك اند ما ينفعش خالص نقعد نحشر فيها دروس، مش طبيعي ابدا. الويك اند از ويك اند للراحه، حتى لو هياخد دروس ياخدها في وسط الاسبوع. الويك اند يبقى فصلان ليه تماما عن جو المذاكره ده، عشان يبقى بيشحن طاقته للاسبوع اللي بعده. تخرجوا مع بعض، لازم تخرجوا مع بعض عشان يحس انكم قريبين من بعض، وتحكي له حضرتك بتعمل ايه وهو يحكي لك بيعمل ايه ونفسه في ايه. ما هو دي حاجات بتبني شخصيه الولد او البنت. والويك اند للترفيه، مش عشان الواجبات، ومش عشان نقعد نحط فيها دروس، وسبيشال يوم السبت من الصبح من ساعه ما يصحى لحد 6 7، وبعدين ادخل حضر جدولك، وبعدين ما اعرفش ايه. كتير كده كتير. وبعد كده نقول الولاد بيكرهوا المدرسه ليه. اي اندرستاند ان الشغل كتير والواجب كتير، بس لا يعني المرحله دي مهمه، ولازم الولد يبقى او البنت لازم يبقوا فيها بيرتاحوا فيها. لو انتوا عيله بتحب الحيوانات، القطط او الكلاب او الهامسترز او اي حاجه يعني ما اعرفش اللي بتربوه، مهم جدا في بناء شخصيه الولد او البنت، بتعلمهم المسؤوليه. بس اونلي لو انتوا بتحبوها، يعني لو انتوا مش بتحبوها لا، ما انصحش بيها، لان بتجيبوها وممكن تتهمل وبعد كده بتبقوا شلتوا ذنبها يعني. في النهاية هي سنة دراسية، يعني أنا ما فيش عندي حاجة تانية أقولها خلاص. هي كلها حاجات بسيطة، وبتبقى أهم حاجة بتبقى من البيت. يعني مشاكل المدرسة بتبقى مش عارفة المدرس مش بفهم منه كده يعني. إنما البيت هو بيبقى عليه العامل الكبير، الأب والأم، وسبيشالي الأم طول ما هي متوترة بتنقل الإحساس ده للولد. لا أنت ثانوية عامة، لا أنا هشيل منك الموبايل، لا ما فيش خروج يوم الخميس، لا ما أعرفش إيه. ما هو يعني لازم يتوتر، وكتير قوي ان الواحد يفضل متوتر 9 شهور في السنة. that's a lot. فهي سنة دراسية هتعدي زي ما كل سنة بتعدي، ولو هو عمل اللي عليه وحضراتكم وفرتوا له البيئة المناسبة ان شاء الله توصلوا لأحسن نتيجة. يعني هي مش حرب، واحنا بس كل اللي بنحاول نعمله ان احنا نحاول ان احنا نوصل لأحسن نتيجة بالولاد، يعني بالراحة. كل حاجة بتيجي بالهداوة، وكل حاجة بتيجي بالكلمة الحلوة. يعني مثلا لو أنا بتخانق مع حد عشان أنا عايزة منه حاجة، مش هيعملها لي، هيعند معايا. إنما لو أنا قلت لأي حد كلمة كويسة هيعملها لي، لأن هو عايز يبقى بيرضيني يعني. خصوصا لو الأهل، يعني لو أنا عايزة أرضي ماما بأي حاجة، فهو سبيشالي كمان الصغيرين. فكل حاجة بتيجي بالراحة، وما تزعقش في ولادك، وما تهينهمش عشان خاطر مذاكرة. وسبيشالي يعني لو بيتعلم تعليم مصري يعني which is في حشو كتير قوي، فخسارة انك تخسر ابنك او بنتك علشان خاطر وتنيمه زعلان ومقهور علشان خاطر درس دراسات ولا حاجة من الحاجات دي. كله بيجي بالراحة. just don't insult him ولا تهينهم ولا اي حاجة. احنا دورنا كأهل ان احنا نوجه للصح، هو دي رسالتنا يعني. الولاد امانة ونعمة من عند ربنا، وهنتسأل عليها، وهم احلى استثمار. يعني هم عاملين زي الارض تزرع فيها تطرح، فلو حضرتك بتزرع حاجات حلوه هتطلع حاجات حلوه، لو حاجات لا قدر الله مش حلوه هيطلع فرد مش كويس، او شخصيته ضعيفه شويه او عصبي. كل الحاجات دي بتبقى من البيت يعني، من التربيه. بس فربنا يبارك فيهم وفيكم ويعينكم على المهمه دي، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم وعليهم، ويجيبوا احسن نتائج وتفرحوا بيهم دايما. باي باي.